انا عمري ما كنت متخيلة ان يوم من الايام حياتي هتتقلب بالشكل ده. انا كنت مجرد بنت عادية، بروح المدرسة وبرجع، اشوف اللي ورايا، اعمل واجبي. بس كان عندي صاحبة كانت قريبة مني جدا، بحكي لها كل اسراري وبحس معاها بالامان. لكن اللي بدأ بينا كصحوبية بريئة اتقلب لحاجة تانية، حاجة اكبر مني بكتير. الحاجة دي غيرت مصيري للأبد وخلتني أعيش قصة محدش ممكن يصدق إنها حقيقية. القصة دي مش بس عن خيانة، دي عن سر ابتدى بين اتنين، سر كبير، ومع الوقت بقى علاقة محرمة وانتهى بجريمة صدمت كل الناس اللي يعرفوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو فات. شكرا جدا لكل حد بيدعمني وكل حد بيحط لايك للفيديوهات وبتشيروا الفيديوهات. شكرا لكم لدعمكم ليا. يلا بينا نبدأ قصتنا النهاردة بتقول: انا حكايتي بدأت بدري قوي، بدأت من وانا عندي 17 سنة. كنت وقتها طالبة في الثانوي. وعشان تعرفوا حكايتي هرجع معاكم شوية كده بالزمن لورا وأعرفكم بنفسي الأول. أنا اسمي نيرة، عندي 23 سنة. بابا توفى وأنا صغيرة، وكان عندي أخ أكبر مني. بس من بعد وفاة بابا ماما ما كانتش عارفة تعمل ايه، خصوصا ان انا واخويا كنا لسه صغيرين. وبابا يعني ما كانش سايب املاك مثلا وراه، او سايب لنا حاجة في البنك، او سايب مثلا حاجة ملك لينا او اي حاجة من الحاجات دي. كان يا دوبك هو معاشه وبس. هو المعاش ده اللي ماما كانت بتاخده كان قليل جدا، ما ينفعش يعيشنا حتى. عشان كده ماما قررت ان هي تنزل شغل عشان تعرف تعيشنا يعني وتصرف علينا. في الوقت ده انا واخويا كنا صغيرين، بس كنا بنروح مدرسة يعني. ماما بقى ما كانتش عارفة تعمل ايه ولا تسيبنا فين. راحت موصية جارتنا دي كانت قريبة من ماما جدا. قالت لجارتنا دي ان هي تاخدنا عندها يعني لما نرجع من المدرسة، لحد ما ماما ترجع من شغلها، عشان كانت بتخاف تسيبنا في البيت لوحدنا. بس مع الوقت ولما كبرنا وانا وصلت ثانوي، ماما بطلت الموضوع ده، بطلت تخلينا نقعد عند جارتنا، بقت تخلينا نقعد في بيتنا عادي، انا واخويا لوحدنا. عشان جارتنا كان عندها صبيان يعني، وماما كانت مش بتحبني العب مع صبيان ولا اتكلم مع صبيان. ما كانتش بتحبني ان انا اتعامل كده خالص. كانت دايما معلماني ان البنت صاحبتها بنت زيها، والكلام ده كله لاي ام بتعلمه لبنتها. وكانت بتخاف عليا قوي. لو كانت شافتني بلعب مثلا مع ولاد او حاجه كانت تزعقلي جدا، وكانت تعاملني معامله مش حلوه خالص، عشان ارجع يعني اسمع كلامها. بصراحه كده هي كانت شديده عليا انا بس، لكن على اخويا بقى بصراحه لا، ده كان الحيله الدلوعه اللي ما ينفعش تزعله ابدا لو عمل ايه باللذي. وكانت دايما شايفه ان هو سندنا يعني، وان احنا ما عندناش راجل غيره. في الوقت ده انا كنت دايما حاسه ان انا وحيده ومش مبسوطه، وعلى طول حاسه ان انا لوحدي، وان انا مش معايا حد، وان انا وحيده بمعنى اصح. ماما بتروح شغلها وانا بروح مدرستي، وارجع من مدرستي ماما بتكون لسه في الشغل، واخويا نايم عشان ميعاد شغله لسه مجاش. في الوقت ده بقى انا بكون مقضيه لوحدي ما بين تلفزيون، كمبيوتر، اي حاجه تضيع وقتي وخلاص. وماما لما بترجع من الشغل اخويا بيكون ميعاد شغله جه وبيقوم ينزل لشغله، وماما بقى تبدأ تجهز لنا الغدا، ويا دوب تخلص الغدا ونتغدوا وتدخل تنام على طول عشان بتصحى بدري. ما كانش فيه مثلا يلا بينا نخرجوا، يلا بينا ننزلوا نتمشوا، يلا بينا نقضوا اي مشوار. ما كانش فيه الحاجات دي، ولا حتى تقعد مثلا تتفرج معايا على مسلسل ولا اي حاجة. كان يا دوبك تيجي من شغلها تخلص اللي وراها عشان تدخل تنام وتصحى تاني يوم تروح شغلها،
بصراحة هي غصب عنها برضو، ما هي كانت تعبانة جدا عليا انا واخويا عشان تعرف تصرف علينا وتعيشنا. بس انا كان غصب عني، كنت حاسة ان مفيش اهتمام بيا خالص. دايما كنت حاسة بالوحدة، وحياتي كلها فراغ كده ومفيش حاجة بعملها، لغاية ما بدأت ان انا ادور على اي حاجة تشغل وقتي واضيع بيها وقتي يعني، بعد ما اخلص مذاكرتي واخلص كل اللي ورايا. وانا في طبيعتي يعني ما كنتش متعمقة في النت كتير ولا بفهم فيه قد كده يعني. بس الفترة دي بدأت اقعد على النت كتير قوي، وبدأت اتعلم كل حاجة عليه لحد ما تعمقت فيه، ولقيت حاجات اكبر من سني. وده كان بداية الغلط وبداية كل المصايب اللي حصلت بعد كده. في الفترة دي انا تعرفت على صاحبة معايا في المدرسة، كان اسمها سارة. سارة دي بقى كانت مختلفة عن صحابي كلهم، اكتر واحدة حبيتها. اول مرة الاقي حد يفهمني بالشكل ده من غير حتى ما اتكلم. اتقربنا من بعض انا وهي جدا، وبقينا انا وهي دايما مع بعض في المدرسة، وكنا يعتبر سرنا مع بعض. هي بتحكي لي كل حاجة في حياتها، وانا كمان بحكي لها كل حاجة في حياتي. كنت دايما بحسها اقرب حد ليا، حتى اقرب من امي نفسها. ومع الوقت بقينا نقعد مع بعض كتير قوي، والدنيا انا وهي اتغيرت ما بينا. كنا بنقعد بالساعات نتكلم مع بعض ونحكي اسرارنا لبعض، لحد ما في يوم الموضوع خرج بره حدود الصحوبية. وللأسف بقينا بندور على اي فرصة نكون فيها لوحدنا، في البيت او بره، كأننا يعني في سر محدش في الدنيا المفروض ان هو يعرفه. في الوقت ده هي بقت دايما عندي في البيت بنذاكره سوا، وماما كانت بتكون مبسوطة قوي ان انا اخيرا بقيت بذاكر ومهتمية بدروسي، وان في حد بيجيلي عشان يشجعني على المذاكرة. ماما كانت معجبة بيها قوي، وكانت بتحب حماسها وان هي شايفاها مجتهدة وبتذاكر وكده يعني، وكانت مشجعاني ان انا وهي نبقى مع بعض على طول نذاكره سوا عشان ننجحه يعني ونوصل للي احنا عايزينه. انا كنت دايما حاسة ان وجودها في حياتي ووجودها جنبي حاجة اساسية، ومش قادرة ان انا استغنى عنها. ولو صدفت يوم وما شفتهاش كنت ببقى مخنوقة قوي، وبحس ان فعلا في حاجة ناقصاني. وللأسف الموضوع ما كانش مجرد صداقة، احنا اتخطينا كل الخطوط العادية وعشنا احساس اكبر من سننا بكتير. وده كان بداية حكايتي اللي غيرت مجرى حياتي كلها. وكل ما الايام كانت تعدي بقينا انا وهي ندور على اي طريقة نعيش بيها اللحظات دي من غير ما حد يشك فينا ولا حد حتى يحس بينا. وفي يوم قعدنا سوا واتكلمنا كلام كبير، كلام كبير عن سننا خالص. ساعتها اتأكدت ان احنا مش مجرد صحاب، احنا اكتر من كده بكتير. ومن اليوم ده بقينا مش بنستنى وقت المذاكرة عشان المذاكرة، لا، كنا بنستناه عشان نهرب للعالم اللي محدش غيرنا فاهمه ولا حد غيرنا يعرف عنه حاجة. بس المشكلة ان العالم ده كان مبني على سر وعلى خوف وعلى قلق، ان يعني ان حد يعرف عننا حاجة. وللأسف الخوف ده بقى حقيقة، عشان برضو مع الوقت اخويا اعجب بيها وبقى هيتجنى على سارة وعايز يخطبها، وبقى مهتم بيها قوي. كنت دايما بحس ان هو بيعمل اي حاجة عشان ما يروحش الشغل اليوم اللي هي كانت بتيجي تذاكر معايا فيه، عشان بس يبقى موجود في البيت. لما اخدت بالي نبهتها، عشان انا حسيت ان هو هيخطبها، عشان هي ترفض يعني اي كلام معاه او اي حاجة. بس بعد كام يوم ملحقتش انبهها، لقيته هو بيقول لماما ان هو معجب بسارة وعايز يخطبها. ماما ساعتها فرحت قوي، وقالت له البنت دي فعلا شكلها مؤدبة وبنت ناس طيبين، ودي اخر سنة ليها في الدبلوم هي واختك.
يعني مناسبة ليك، عبال ما انت تخلص شقتك وتخلص اللي وراك تكون هي كمان خلصت الدبلوم بتاعها. ساعتها رحت انا كلمت سارة وحكيت لها كل اللي انا عرفته، وقلت لها ان اخويا عاوز يخطبك وماما وافقت، وقلت لها ارفضيه كمان وقولي ان انتي عايزة تكملي تعليمك، يعني مش وقته الكلام ده. بس اللي صدمني وقتها ردها عليا وتفكيرها. لقيتها بتقولي ارفضه ليه؟ اخوكي كويس على فكرة. قلت لها طيب وبعدين واحنا؟ قالت لي ما احنا زي ما احنا. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي ما انا لما هوافق احنا كده هنقرب من بعض اكتر. عجبني تفكيرها وساعتها وافقتها في التفكير الشيطاني ده، ومش عارفة بصراحة عقلي كان فين. بعدها بأسبوع أخويا اتقدم فعلا لسارة، وأهلها وافقوا وفرحوا جدا، وعملنا الخطوبة واتفقوا مع ماما إن الجواز هيكون بعد نتيجة الدبلوم على طول. في الوقت ده أخويا بدأ فعلا يجهز شقته والعفش بقى وكل حاجته، وأنا وسارة كنا زي ما احنا لحد ما نتيجة الدبلوم ظهرت ونجحنا أنا وسارة، وأخويا وسارة اتجوزوا. وقتها كنت حاسة إن الدنيا وقفت بالنسبة لي. ازاي اللي كان بينا يختفي كده؟ ازاي ابص على صاحبة عمري وهي بقت مرات اخويا؟ بس الحقيقة ان السر ده ما اختفاش. هو كنا انا وسارة لسه بندور على اي فرصة نقابل بعض فيها، واي وقت نرجع فيه لحاجتنا اللي كنا عايشينها. كنت دايما بروح لها اساعدها في البيت ونقعدوا مع بعض سوا في الوقت اللي اخويا بيكون فيه في الشغل. بس هو الفترة دي بعد جوازهم بحوالي شهر كان دايما عندنا في البيت، وبسمعه بيشتكي لماما من سارة ويقول لها ان هي مش مهتمة بيه وطريقتها معاه جافة وما عندهاش اهتمام بيه خالص. وكان بيقول لماما كمان انه حاسس ان هي مش بتحبه. ماما قالت له مش معقول يا ابني، لو مش بتحبك ايه اللي هيخليها تتجوزك ووافقت عليك ليه اصلا؟ كان بيقول لها مش عارف يا ماما، بس انا مش مرتاح وحاسس ان في حاجة غلط، هي مش طبيعية معايا، مش عادية، انا حاسس ان في حاجة غريبة او في حاجة غلط. ماما قالت له ساعتها قال لو تحب اروح اتكلم مع امها طيب؟ قال لها لا طبعا ما ينفعش. ماما قالت له طب روح انت اتكلم مع امها او اهلها. قال لها لا 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 مش معقولة يا ماما، انا بفضفض معاكي بس ما ينفعش اقول الكلام ده لحد خالص، الكلام ده اسرار بيوت ما ينفعش يطلع بره، حتى انتي ما تحكيش مع حد فيه. انا ساعتها كنت فرحانة قوي، كنت فرحانة ان سارة بتعمل كده، بس ما كنتش اعرف ان الموضوع كبير قوي كده في دماغ اخويا، وانه هيوصلنا للمصيبة اللي حصلت بعد كده. كنت فاكرة ان هما كلمتين فضفض بيهم وخلاص، ما كنتش اعرف ان هو هيرتب ويعمل كل حاجة بالشكل ده. وفي الاخر المصيبة اللي حصلت. وفي يوم انا كنت زي ما متعودة بروح لسارة عادي، بس اليوم ده بقى اخويا رجع البيت فجأة وشاف كل حاجة بعينه. كان اسود يوم في حياتنا، نزل فينا ضرب وزي ما يكون ما كانش شايف قدامه، وكان زي ما يكون هو جه البيت اصلا عشان هو شافنا من قبل ما يجي البيت، يعني زي ما يكون كان عارف. وفضل يضرب فينا ساعتها، وبقينا انا وهي نعيط ونصوت، وهو بقى يقول انا مراقبكوا بقالي فترة، انا مراقب بيتي، انا حاطط كاميرا في اوضة نومي بقالي فترة على الوضع ده، بس اخر حاجة كنت اتوقعها ان انتوا تطلعوا بالقرف ده. وفضل يشتم فينا ساعتها. سألته انت عرفت منين اصلا؟ قال لي ما انا لسه بقول انا مركب كاميرا هنا في البيت وعرفت كل حاجة من الكاميرا. وقال لي انا كنت بشك في سارة، بس عمري شكي ما او عقلي صور لي ان شك يكون فيك انتي كمان.
انا شكيت في مراتي، لكن فيكي انتي دي الصدمة الكبيرة بالنسبة لي. هقلي منك لله، انا اللي شفته ده كسرني وصدمني. انا مش قادرة اسامحكم. وفضل يضرب فينا، وما كانش شايف هو بيضرب ازاي وفين، لدرجة ان من كتر الضرب انا وهي ما كناش قادرين ناخد نفسنا. وساعتها بدأ يقرب مني انا لوحدي ويضرب فيا انا لوحدي اكتر، وساب سارة. وسارة من خوفها عليا راحت اخدت ماسورة الدولاب، وضربته على راسه من ورا. وقع في ساعتها وما نطقش. ساعتها انا وهي عقلنا وقف من التفكير، ما كناش عارفين نعمل ايه. قلت لها بصي، هي دي الفكرة الوحيدة اللي في دماغي دلوقتي، انا وانتي نصوت ونلم الجيران. وكأنه وقع على راسه يعني. هو لما وقع مات، احنا ملناش دعوة بالموضوع خالص. وفعلا عملنا كده، وفضلنا نصوت فعلا لغاية ما الجيران اتلموا. واول ما جم وشافوا منظر الأوضة قلنا لهم ده وقع على راسه، اطلبوا لنا اسعاف او اي حاجة. بس الجيران ساعتها اما شافوا منظر الأوضة وهي مكركبة، عشان بصراحة الأوضة كانت مكركبة قوي، وانا وسارة ما تنبهناش خالص للنقطة دي ان احنا حتى نعدل منظر الأوضة، لان كان كل حاجة فيها مقلوبة، وكان باين ان في ضرب موجود في الأوضة او كان في عنف او حاجة كده. وساعتها شكوا فينا وبلغوا البوليس، واتصلوا بالإسعاف في نفس الوقت. والبوليس اول ما جه اخدوا الجثة على الطب الشرعي، عشان الإسعاف ساعتها قالت ان هو توفى. وبدأوا بقى يفتشوا في البيت، وانا وسارة حكينا كل حاجة، قلنا ان هو وقع على راسه، بس واضح ان الوقعة كانت جامدة يعني. بس من توترنا والقلق اللي كان باين على وشنا، وكمان كان في منظر ضرب على وشي، الإقلام كانت باينة. ساعتها ما صدقوناش او بدأوا يشكوا فينا، خصوصا ان ازاي يعني يقع ويموت في ساعتها كده. وقالوا لي طب وليه الأوضة مكركبة بالشكل ده؟ انتوا عندكوا هنا قطط او بتربوا حيوانات مثلا؟ ساعتها سارة قالت لا، ان هي كانت بتنفض يعني البيت والأوضة لسه ما روقتهاش. طبعا كان باين على سارة ان هي بتكذب قوي، فما صدقوهاش برضو. وهما بقى بدأوا يفتشوا في الأوضة لحد ما ظهرت قدامهم الكاميرا. وساعتها انا وسارة توترنا اول ما لقيناهم شافوا الكاميرا، عشان احنا نسينا خالص ان احنا من لبخة ان هو وقع ومات والكلام ده، نسينا خالص ان احنا نتصرف في الكاميرا. خصوصا ان هو قال لنا وقال هو شاف فين، هو قال ان هو مركب كاميرا. المفروض كنا اتصرفنا ساعتها، بس بقى عشان الموضوع يتكشف ملحقناش نتصرف. وساعتها طلعوا تليفون اخويا من جيبه، اخدوه وفتحوه طبعا ولقوه متوصل على الكاميرا، وما لقوش اي اجهزة تانية متوصلة على الكاميرا دي غير تليفون اخويا. وطلع ساعتها ان هو كان مصور ومحتفظ بكل حاجة، بكل تسجيلات الكاميرا اللي ظهرت. وطبعا لما شافوا الفون وشافوا اللي عليه اتصدموا بالحاجات اللي عليه. وساعتها اتقبض عليا انا وسارة في نفس اليوم، يعني ملحقناش نعمل اي حاجة ولا لحقنا حتى نكذب. وبعدها طلع تقرير الطب الشرعي اللي قال ان اخويا مضروب على راسه جامد بآلة جامدة، يعني مش واقع زي ما احنا قلنا. ساعتها فضلوا يشتموا فيا انا وسارة بعد ما شافوا التليفون واللي عليه. والظابط بقى يقول لنا انتوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه؟ هو انتوا عندكم عقل زي البشر زينا؟ انتوا بتفهموا بجد؟ انتوا عندكم عقل؟ انتوا مخلصين ثانوي يعني وفاهمين؟ انتوا اتعلمتوا انتوا ولا شفتوا تعليم في حياتكم؟ وقعد يسمعنا كلام عمرنا ما سمعناه. وساعتها اتحولت انا وسارة للكشف على قوانا العقلية، لانهم كانوا شاكين فينا وازاي يعني بنعمل كده. بس لما طلعنا كويسين اتحكم عليا انا ب10 سنين، وسارة اخدت اعدام. وساعتها حسيت ان انا بغرق. كل لحظة عشتها وكل كلمة اتقالت بينا وكل سر خبيناه بقى دلوقتي لعنة فوق دماغي. هو اديني قاعدة في الزنزانة اهو بفتكر نفسي اما كنت بدور على اي حاجة تملالي فراغ حياتي.
ما كنتش عارفة ان الهزار والضحك كان هينتهي بالجريمة المقرفة دي، وهتغير حياتي للأبد بالشكل ده. اهل منطقتي اتصدموا لما عرفوا. كانوا شايفيننا صحاب ابرياء، ما كانوش يعرفوا ان احنا شايلين سر اسود. اللي حصل ده كانت صرخة مبنية على كذبة وسر وخيانة نهايتها كان لازم تكون سودة. واني مهما حاولت اهرب من الوحدة اللي كنت فيها واللي كانت جوايا، الطريق الغلط كان عمره ما هيعوضني. ودي كانت قصتنا النهاردة، بتمنى ان هي تكون فيها عبرة او فيها استفادة. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب للقناة، تشيروا الفيديوهات مع اصدقائكم وحبايبكم، واشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.